ولماذا تبكيان؟ هل تذكرتم جدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشريفة الزهراء رجعوا شوي، رجعوا خلوا مكملين بس. عليكم من حسن رجعوا. ايوه. واحد. الله أكبر الله أكبر الموتى الزهراء والزهراء وعندما وصلوا إلى المسجد هني حسن هني حسين لماذا تبكيان؟ فاطمة وعندما وصلوا إلى الدار رمى بنفسه على الزهراء وهو يبكي. وبعد ذلك قام الإمام علي عليه السلام أن يحملها إلى المغتسل فلم يستطع تحريكها، فقال الإمام: يا سلام، أعينيني على حمل فاطمة. ومصيبته سيدي أبا الحسن، أنت الذي قلعت باب خيبر وأرهبت فرسان قريش، ألا تقدر على حمل فاطمة ومصيبته؟ اسمع، إن مصيبة فاطمة أدركتها ومصيبته وفاطمته. ثم ذهب الإمام علي عليه السلام إلى الصندوق لكي يحضر الحنوط المتبقية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بتغسيلها ثم قطع الغسل وجلس جانبا يبكي. فقالت أسماء: سيدي أبا الحسن، أتوصونا بالصبر وتجزعون، فماذا فعل المصاب بك سيدي يا أمير المؤمنين ومصيبته؟ يا أسماء، لا تلوميني، لقد رأيت ضلع من أبناء فاطمة مكسور، لا حول إلا بالله. وفاطمته مرفي شايف علي ضلعهم حزين مرفي، وانا علي وحنا وفي مرفي شلون اليوم صار الريج الريج. ابويا مربي على 10 عمر ما دامت لي. وقام الامام وغسلها ثم جاء بالكفن وقال: يا حسن، بني حسين، تزودا من أمكما فاطمة. فرموا بأنفسهم على جسد أمهم الزهراء وهم يقبلونها ويبكون. يقول عليا: لقد رأيت الزهراء حنت وأنت وفتحت ذراعيها
احتضنت أولادها يقول مريم وإذا بهاتف من السماء يقول يا علي نحى الحسن عن أمهما الزهراء فقد أبكى يا ملائكة السماء لم تتحمل الملائكة وقوع الحسن والحسين على جسد أمهما الزهراء كيف بالملائكة والحسين في رمضاء كربلاء وحيدا فريدا وحيدا فريدين هنا خرجت زينب تقول أبا عبد الله إن كنت حيا ذكرى وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله رحم الله من نادى وزهراء وسيدتها ومولاتنا وحسين